اخت بتسالني بتقولي انا ما بتسحرش لان انا عامله رجيم ومش بحتاج اني اتسحر، بتكفيني جدا وجبه الفطار اللي انا باكلها المغرب اني اقعد عليها لحد المغرب تاني يوم علشان الرجيم ما يبوظش. هل انا كده بعمل حاجه حرام ولا ايه بالظبط؟ خليني اقولك يا ست البنات، انت كده ما بتعمليش حاجه حرام، لكن فاتك خير وبركه كتير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي لا ينطق عن الهوى هو اللي علمنا الكلام ده. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور في حد ذاته بركة، حتى لو كان قليل من الماء أو اللبن أو حتى تمراية واحدة. الفكرة في البركة اللي موجودة في السحور، مش في كمية الأكل اللي بناكلها. وكمان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة ربنا عز وجل على العبد رحمة، وصلاة الملائكة دعاء. انت كده بتضحي بفضل كبير، رحمة من الله عز وجل ودعاء من الملائكة وبركة بلغنا بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة كمان مهجورة عن السحور وهي تأخيره. برضو اسمعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور وعجلت بالفطر. فتأخير السحور سنة مهجورة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع قبل الفجر.